فنرى على اللوحة التعليمية البيت 59 قوله رحمه الله: والحظ لا الحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي. الحظ اللي هو النصيب، بمعنى النصيب، جاءت في القرآن العظيم في 7 مواضع، أو في 7 مواضع، أولها ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. ألا يجعل لهم حظا في الآخرة في سورة آل عمران الآية 176. قوله رحمه الله: لا الحظ على الطعام، هذا أيضا استثناء منقطع، لأن الحظ هنا بمعنى الحث، حظه يحضه، حثه على الأمر، بخلاف الحظ الذي هو النصيب. فهنا أيضا استثناء منقطع، جاء الحظ بمعنى الحث والتحريض في 3 مواضع في القرآن العظيم، أولها قوله تعالى في سورة الحاقة الآية 34: ولا يحض على طعام المسكين. والحظ إذن بالضاء، لا الحظ بالضاد على الطعام، جاءت في 3 مواضع كما أسلفت. إذن ولا يحض لا يصح أن نقرأها ولا يحظ، لا يصح، لابد أن نقول ولا يحض. بقي كلمة واحدة ذكرها رحمه الله في الشطر الثانية من هذا البيت، وهي قوله تعالى: وفي ظنين الخلاف سامي. هذه الكلمة أريدكم أن تنتبهوا لها أيها الإخوة. الضاد، الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، التي هي حروف الإطباق، هذه ال4 في الخط القديم قبل نزول القرآن كانت العرب تكتبها على صورة واحدة إذا اتصلت بما بعدها. يعني صاد موصولة بحرف بكلمة بعدها مثل صراط، ضاد موصولة بما بعدها مثل ضرب، طاء موصولة بما بعدها مثلا الطلاق، ظاء موصولة بما بعدها مثل الظلام. صورة هذه ال4 إن وصلت بما بعدها في الخط واحدة، هكذا كانت تكتب العرب. يأتي السؤال: إذن كيف كانوا يفرقون بينها؟ كانوا يفرقون بينها بالسياق، بفطرتهم العربية، وقد يقع بعضهم أحيانا في خطأ بسبب يعني لبس الخط. لذلك لما نزل القرآن وكتب على الطريقة التي كانت العرب تعتادها في الكتابة، بعد فترة بدأت تظهر أخطاء من بعض الأطفال أو من بعض الصبيان أو من بعض الداخلين في الإسلام من غير العرب. فهنا اضطر علماؤنا إلى وضع الضوابط، الفتحة والضمة والكسرة، في بحث يعني مر معنا وقد يأتي مرات أخرى، كيف أن الخليل رحمه الله وضع عفوا ليس الخليل، أبو الأسود الدؤلي رحمه الله وضع نقط حمراء، نقطة فوق الحرف معناها الحرف مفتوح، نقطة حمراء أمام الحرف معناها الحرف مضموم، نقطة حمراء تحت الحرف معناها الحرف مكسور. إن كان الحرف منونا وضع بدل النقطة وضع نقطتين، هكذا بدأ. ثم بعد ذلك جاء نقط الإعجام. وما هو الإعجام؟ الفرق بين الحروف المتشابهة بل المتماثلة في الخط. هذا قام به نصر بن عاصم الليثي رحمه الله. فعندنا الصاد والضاد والطاء والظاء كانت ال4 بخط واحد في زمن النبوة. فهذا من حيث الخط. من حيث الصوت المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة بضنين بعض القراء نقلوها لنا عنه صلى الله عليه وسلم بضنين بالضاد، وبعضهم نقلوها لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضنين بالظاء. وليس أن الخط هو الذي جعل الناس يختلفون، فمنهم من قرأها بالضاد ومنهم من قرأها بالظاء، أبدا. وإنما نقلت صوتيا عن رسول الله بالضاد ولها معنى، ونقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتيا بالظاء ولها معنى آخر، ولا تناقض ولا تضاد بين المعنيين. بضنين، الضاد من الظن، صارت المادة مشتقة من الظن، والظن هو البخل. فلان ضنين يعني بخيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بضنين على الوحي. إن نزل عليه وحي فهو حريص على أن يبلغه للأمة ولا يبخل به، وما هو على الغيب يعني على الوحي بضنين ببخيل، بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. وأما بالظنين فهنا مشتق من الظن، والظن من معانيه التهمة.
أو يعني بمعنى بأبي وأمي، ليس صلى الله عليه وسلم ليس متهما على الوحي أن يكون قد زاد فيه أو نقص أو غير أو بدل، حاشاه من ذلك. وما هو على الغيب يعني على الوحي بظنين، بمعنى ليس بمتهم بتغييره وتحريفه، لأنه لو فعل ذلك فإن الله لن يتركه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذن هذا معنى قول إمامنا الجزري: وفي ظنين الخلاف سامي. سامي يعني ظاهر، سما يسمو بمعنى ارتفع يرتفع، فالخلاف مشهور بين القراء. فمن القراء العشرة الذين نقلوا لنا القرآن صوتيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من نقله لنا بالضاد بمعنى بخيل بضنين، ومنهم من نقله لنا بظنين بالظاء بمعنى متهم. وضح الأمر؟ ما يتعلق بضنين نعود إلى اللوحة التعليمية التي تبين لنا هذا الأمر. نرى على اللوحة قوله رحمه الله: وفي ظنين الخلاف سامي. ظنين كانت صورة الضاد والظاء إذا اتصلتا بما بعدهما في الخط القديم واحدة، وكان التفريق بينهما بحسب السياق. والمقصود بالبيت هنا قوله تعالى في التكوير الآية 24: وما هو على الغيب بضنين. فنقله لنا أئمة القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضاد وبالظاء كالتالي: قرأه بضنين بمعنى بخيل نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وروح عن يعقوب وخلف في اختياره. هؤلاء الأئمة كلهم قرأوا بضنين بمعنى بخيل. وقرأه بظنين بمعنى متهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب.